لكل عشاق الجمبري والسي فود. طبعا مش كل يوم هناكل جمبري. لو عندنا شوية جمبري فريش او حتى مفرز ونفسنا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة وغير الطرق التقليدية. السلام عليكم، ازيكم حبيباتي؟ اخباركم ايه؟ اتمنى تكونوا بخير يا رب. النهاردة هنعمل اسهل واسرع وابسط واجمل طريقة لعمل الجمبري مع شوية البهريز والصوص الرهيب زي اللي بناكلهم في افخم مطاعم بره. يلا نبدأ بسم الله ونشوف المكونات بتاعتنا. هنحط طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من الزبدة وشوية زيت وننزل بالجمبري بتاعنا ايا كان الكمية اللي انت هتعمليها، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم ومعلقة كبيرة من البصل المفروم وفلفل اخضر او احمر متقطع قطع صغيرة وفلفل حامي وشوية من الجزر المبشور، معلقة من الملح، رشة من الكمون، رشة من الفلفل الاسود، رشة من البابريكا، رشة من الكزبرة، رشة من الثوم البودر والبصل البودر، رشة من المرقة الفورية وبهارات السمك، رشة من الشطة. هقلب كل ده مع بعضه. عاوزة اقولكم ان الريحة تحفة رهيبة بجد، يا ريت تكونوا شامينها معايا. هنزل بعصير ليمونة مع شرايح من الليمون المتقطع واديله تقليبة مع كل الجمال ده، وبعدين هنزل بكوباية من المية السخنة وربع ساعة وهيكون جاهز معايا، مش بياخد اي وقت في التسوية. بجد طريقة تحفة للجمبري وكمان سهلة وبسيطة وسريعة. بعد ربع ساعة الجمبري القمر ده كان جاهز معايا مع الصوص الرهيب والبهاريز التحفة بتاعته، ودلوقتي جاهز معايا للتقديم. لو حابة تدخليه الفرن عشان ياخد وش بسيط في التحمير وكمان تعملي معاه تغذية، هنضيف عليه عصير طماطم ونسيبه على النار لحد ما ياخد كام غلوة كده الطماطم معايا تتسبك، وبعدين ادخله الفرن في الرف الاوسط يدوب ياخد تحميرة للوش، وبعدين اخرجه عشان ما ينشفش معايا لانه هو اصلا مستوي. معلقة الزبدة مع شوية الملح والكمون والكزبرة والفلفل الاسود والبابريكا مع بهارات السمك وشوية الشطة بيخلوا الجمبري بتاعي تحفة، طعمه وريحة احلى من كل مطاعم ومحلات بره. عملنا الجمبري بقشره عشان يكون متماسك اكتر، شلنا بس العرق الرملي وغسلناه. لو حابه ان انت تعمليه من غير قشر شيلي الراس وشيلي كل القشر اللي عليه، بس اتعاملي معاه بحذر عشان ما يطيرش منك، وبلاش تسيبيه وقت كتير على النار عشان ما ينشفش. تقدري تعمليه باي طريقه منهم، سواء ان انت تعمليه على البوتاجاز بس او هتدخليه الفرن ياخد تحميره بسيطه. اتمنى تجربوا الطريقه دي وتقولي رايكم، وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. استنوني في فيديو جديد.